السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة قوي الكل بيحبها بالذات الاولاد هنعمل بسكوت النشادر. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. كل حاجة بالمعايير. طبعا قبل اي حاجة تصلوا على النبي كده، تصلوا على النبي معانا كده ان شاء الله، ونقول بسم الله. نشوف ونقول بسم الله. طبعا اللي معايا دول انا راح اعمل كيلو ونص بسكوت، كيلو ونص دقيق، يعني المعايير بالظبط. انا معايا كوبايتين ونص سمنة، دول كوبايتين ونص السمنة. طبعا انا هنا اهوت بضربه كويس جدا، لازم أن يبقى قوامه زي الكريمة. انا بخلطه جيد جدا. طبعا هو خد يجي 10 دقايق او اكتر معايا في الضرب ده. انا قعدت اضرب فيه قوي زي ما انتوا شايفين كده. معلش بقى الصوت يا جماعة، لان انا بيتي على الطريق، فالعربيات والدوشة واللي رايح واللي جاي، فمعلش بقى للصوت. المهم ما تنسوش تصلوا على النبي برضو، وتحطوا له لايك وشير وتقولوا لي ايه رأيكم. المهم بقى انا سبت العجينة مع نفسها كده وحطيت السكر. السكر انا عاملاه ناعم خالص. انا جبت 3 كوبايات سكر، ضربتهم طبعا كويس بتضربيهم بقى في، لو عندك كبة تنعميهم خالص في المطحنة. انا طحنتهم قوي وحطيتهم مع السمنة، بقوا كريمي خالص. بعد من كده بقى بفضل بيضة عليهم، بس بيضة بيضة يعني عشان البيض يتخلط جدا مع بعضه كده ويبقى قوامه حلو. عاملة زي الكيكة كده، شفتها عاملة ازاي. هنا طبعا بقى انا بحط شوية عصير بودرة عشان خاطر يديني لون حلو. المهم بقى يا جماعة انا هنا خلصت وقفت العجانة ورجعت شغلتها تاني، حطيت بقية العصير. طبعا لسه معايا الباكنج باودر، هحط الباكنج باودر الاول. بعد من كده بقى النشادر بتاعتي دي معلقة نشادر، انا ما كترتش عشان طبعا بتغير طعمها. جبت ربع كوباية لبن ودوبته فيها الاول، وبعد من كده بضيفه عليها. خلاص بقى يا مليك، ايه دي بقى يا مليك، ايه دي بقى يا مليك. طبعا مليكة معانا زي كل يوم كالعادة. طبعا انتوا ما بتحبوش تسمعوا الفيديو ده الا لما تكون مليكة معاكم. هعمل ايه يا جماعة، والله العظيم انا بسجل لكم الفيديو ده متأخر جدا، بس هي صاحية طبعا معايا، فهعمل ايه يعني، هي مش راضية تنام. فالمهم بقى انا هنا وقفت العجان. انا ما كنتش اعرف اصلا ان الفيديو شغال والله يا جماعة. انا مقتنعة ان الفيديو فاصل. المهم بقى انا شغلت العجين تاني، دورتها وحطيت بقى النشادر، وحطيت الباكنج باودر، وحطينا كل حاجة ودوبنا الخليط حلو جدا اهو. وعايز يتعمل صينية كيكة حلوة اهوت. انا بقى بفضيه في حاجة واسعة عشان اعرف اعجن واخد راحتي في العجين، لان طبعا ديت مكانش ينفع اعجن فيها. خلاص يا مليكة اهدي خلاص. بتقول لازم انا اساعدك يا ماما واقول. المهم دي كيلو ونص دقيق انا حطيته، ما حطيتش كله، انا بحط شويه بشويه وبقلب القوام كله مع بعضه الاول مع الدقيق عشان خاطر نشوف ايه هو لسه محتاج تاني ولا لا. طبعا هو لسه محتاج. فانا بقى اشتلت الصينيه الحلوه المقطقطه بتاعتي ديت وفضيت الدقيق كله مره واحده. وطبعا كالعاده انا عملت برضو ايه، عملت نظفت المطبخ حواليا برضه، مرضتش ان انا اسيب المطبخ كده. المهم بقى ايه، انا عجنت عماله اعجن فيه. هو انت ما بتعجنيش، انت بتقلبيه بس في بعضه كده تشوفي بقى حلو معاكي ولا مش حلو ولا ايه بالظبط. انا برضو بقلب فيه جدا اهوت. انا بقى الصينيه المقطقطه بتاعتي الحلوه دي فضيت بقى بقت دقيق خلاص كده، فبقلبها بقى حلو. بعد بقى ما اقلبها اشوفها بقت حلوه معايا ولا لا. كده تمام، بقت حلوه وجميله معايا وزي العسل اهيت. تتاكل كده طريه ما شاء الله. ريحتها بقى مش عايزه اقول لكم بقى اما اتحطت في الفرن. طبعا رايحين نعمل ايه قبل اي حاجه.
نعمل فنجان القهوة بتاعنا. قلت بقى ايه، البسكوت ده عايز روقان، فنجان قهوة على السريع كده حلو. المهم انا قلبت بقى القهوة وحطيتها على النار. انا من رأيي ان انا ما اتكلمش، انا اسيب مليكة هي اللي تتكلم معاكم. والله يا جماعة تعبانة قوي، شفتوا اهي عمالة تصوت اهي. عايزة اقول لكم بقى ان انا عملت احلى فنجان قهوة واللبن طلع رايب. معرفتش اشرب القهوة طبعا، اترمت للحيوان. يعني عايزة اقول لكم والله يا جماعة زعلت قوي على فنجان القهوة ده. طبعا انا شغالة بقى بالمكنة اليدوية بتاعتنا بتاعت الطعمية ديت، طبعا كلنا بقى عندنا منها. دي بتاعت الطعمية والبسكوت والكفتة وكل حاجة. المهم بقى انا هنا حطيت بقى البسكوت اهوت في الصينية. انا دهنتها نطرة زيت بس الاول مسحتها بالزيت. بعد من كده بقى برص في الصينية، والنار تكون متوسطة، ما تكونش. انا كنت مسخناه من تحت وسبته وقلت اما اولعه بقى شغله عشان اول صينية ان شاء الله كده نحطها. دي الصينية التانية بقى جبتها. صلوا على النبي كده يا جماعة الاول كده، وقولوا عليه الصلاة والسلام كده، نذكر الله دايما كده ونفتكر ربنا. المهم بقى انا بطلع هنا اهوت واحدة بواحدة كده وبقطع كده واقوم حاطاه. بهدي الفرن شوية من تحت وما متحرقش. والله انا بحبه احمر اوي على فكرة، بدي قرمشة حلوة. وحاجة تانية انا بهدي الفرن وبقول للولد شوف لي الانبوبة كده مقفولة ولا لأ، فوالد راح يشوف لي الانبوبة. انا بقى خلصت اهوت البسكويت الحلو المقرمش ده. قومي يا اختي انت وهي كده اعملولكوا شوية. ومش شطرة كده انت وهي، بنشتريه بالقد كده والله، وما بيجيش كيلو كيلو يعني. هو بيجيلك ناقص على فكرة وغالي كمان. انت بقى لما تعمليه في البيت هيفرط معاكي وهيبقى حلو معاكي وهتستفادي بيه وهتحسي بطعم البسكوت. هو ما بيكلفناش كتير ولا حاجة. دي الصينية بقى اللي انا طلعتها، هي كانت طبعا لسه ما بردتش. فانا بقى بطلعها كده واحدة بواحدة. خلاص بقى يا مليكة. وعايزة اقول لكم ان مليكة كانت قاعدة جنبي اصلا والله يا جماعة، كانت قاعدة بتلعب حواليا وعايزة تشد في المكنة وتشد في كل حاجة. انا بقى دي تاني صينية اهي، دي التالتة. برضو مليكة مش راضية تسكت والله يا جماعة، عمالة تعيط وتشد فيا ومش راضية تسكت. معلش طبعا لصوت مليكة، بس طبعا صوتها ده مخليكم مبسوطين ومخليكوا سامعين معايا. شفت البسكوت عسل عسل والله، بس انا بحبه كده على فكرة يا جماعة. انتوا لو حابين ان هو يبقى ابيض انتوا راحتكم. اشوفكم في فيديو جديد.